وأنا بفكر في العشرينات بتاعتي دلوقتي بحس بحزن وندم جامد، لأني ضيعت أحلى سنين شبابي وسبت الفرص تتسرب من بين إيدي زي الرمل. الإحساس إني ضيعت العشرينات بتاعتي بقى تقيل على قلبي، وأنا بواجه دلوقتي نتائج اختياراتي والطرق اللي ما مرتش فيها. الناس كلها كانت بتسافر أوروبا وآسيا وتعمل مغامرات، وأنا كان أكتر حاجة بروحها حفلة في بيت أو في نادي، ولا حفلات كبيرة، لا مهرجانات ولا حفلات مزيكا. حتى رأس السنة كنت بقضيها في البيت. وكمان العلاقات، بصراحة دخلت في 3 علاقات طول حياتي كلها. اتخرجت بشهادة ملهاش لازمة، وشغال في شغل ممل بقاله 7 سنين، لا في ترقية ولا حتى طموح. في عز شبابي لما المفروض كان عندي طاقة وحماس عشان أحقق نفسي وأنجح، لقيتني متلخبط ومرتاح في مكاني. بدل ما أجري وراء أحلامي اكتفيت بالروتين وبالأمان الوهمي. خوفي من الفشل وقفني وما خلنيش أخاطر أو أواجه تحديات جديدة. أول مرة حسيت بالندم كان لما شفت أصحابي وزمايلي بيتقدموا في شغلهم وبيثبتوا نفسهم في مجالاتهم، وأنا زي ما أنا محبوس في شغل ملوش قيمة ولا في فرصة للتطور. السنين بتعدي وأنا بحس أكتر إني بضيع وقتي، ما اهتمتش لا بشغلي ولا حتى بعلاقاتي الاجتماعية. في الوقت اللي غيري كان بيبني فيه صداقات قوية، أنا فضلت لوحدي بعيد عن كل ده. المناسبات اللي كان المفروض تبقى ذكريات حلوة بقت دلوقتي مجرد تذكير بالفرص اللي ضيعتها عشان أعمل صداقات وعلاقات جديدة. أكتر حاجة بتوجعني في ضياع العشرينات بتاعتي إني مش هقدر أرجع بالزمن. السنين اللي ضاعت مش هترجع تاني، وأنا قاعد دلوقتي بحس بحنين لكل اللي كان ممكن يحصل. الأحلام اللي كانت جوايا زمان اتطفت، وفضل الندم وأنا عندي 29 سنة. حياتي خلاص انتهت، وكل ده بسببي.